السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ زينين إن شاء الله. راح أختصر الكلام وياكم، والموضوع مو يم الصورة، يعني هيج أنا حبيت أصور المكان، خو ما أطلع وجهي أو أطلعكم منظر مو حلو. فهذا المنظر حلو أكيد. فضول هذا منو؟ هذا زوجي طبعا. المهم موضوعنا مو موضوع الصورة. شوفوا بنات، بس بدون حسد رجاءً، بنات بدون حسد. لا الشاق وياكم والله. بنات موضوعي للشاعرات. طبعا اليوم أنا سمعت رسائل كلش مو حلوة صراحة. انت ليه شوي غدير وبس غدير، واحنا شبينا واحنا كخة واحنا ما ادري شنو. طبعا صراحة هم حقهم علي، مو يعني حقهم علي، بس أنا ما أقرأ أي قصيدة، ما أقتنع بأي قصيدة. يعني البعض يدرون بيها، مو أي قصيدة إنه أنا أقتنع بيها. لازم تكون كلمات تلفت النظر، لازم يكون مستهل هيك، يعني فعلا يرد يعني خلي المستمع إنه ينجذب للقصيدة. ليش ما استمريتي ويا الشاعرات البقية؟ حبايب أنا مو ما استمريت وياهم، بالعكس. مريم ورسل ونورس ما عايفتهم ولا هم ما عايفوني، لكن ظروف، يعني هم عندهم ظروف. وأنا بالنسبة إلي مستمرة ويا غدير، لأن غدير ما شاء الله عندها نشاط مو طبيعي. يعني أنا غدير قاعدة بالواتساب هيجي أقول لكم إياها، وقاعدة بالتليجرام، رغم إنه هي بالبيت وتشتغل وتخبز وتعجن وتطبخ وبيت مسؤولية على أهلها، بس ما شاء الله عليها نشطة على عملها. وأنا أحب المرأة اللي تشتغل يعني. دائما من أحتاج أني رأسا يجيني مثلا مجلس على طول إنه أنا لازم أحتاج القصيدة على مرامي، إنه أنا أريد كذا قصيدة أنطيها مستهل غدورة كاملة رأسا تكمل القصيدة. أنا أحب الشعرة يعني هالشكل متواجدة. شنو بعد ردت أقول؟ المهم ما عندي خلاف في أي شاعرات، كلهم أحبهم، كلهم على راسي، كلهم خدام الإمام الحسين، يعني الله يوفقهم. ما عندي أي مشكلة ويا أي أحد من الشاعرات يا حبيباتي. وبالنسبة للشعراء أنا ما متواصلة ويا أي شاعر، وما أقرأ لأي شاعر، يعني لأن ما شاء الله شاعرات عندنا خير من الله بالعراق وكلماتهم تجنن. ونهاية الفيديو أقول مبارك الغدورة بكتابها الجديد، اللي هو روعة روعة روعة، وبعدني مذاكرة، عفوا محافظة اسمه. كلش حلو. نشرته باليوتيوب وإن شاء الله قريبا ينزل. وأنا هواي أحبكم يا بنات، ومع السلامة.